عملتها المغرب عملتها والدنيا ان شاء الله وكلنا نقول ان شاء الله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، إخوتي في الله، تعليقا على ما يسمى بخسارة الفريق المغربي أمام النادي أو الفريق الفرنسي والكرواتي، فهذا كذب وافتراء. إن الفريق المغربي أدى كل ما عليه، وأدى لعبا رائعا في مجال الكرة التي فاز بها بكل المراحل حتى قرب من النهاية، فتآمرت عليه الدول، وتآمرت عليه الإمبريالية، وتآمرت عليه الماسونية، وتآمرت عليه كل الدول حتى لا يفوز، لأن فريق المغرب ليس لأنه مسلم فقط، إنما لأنه كان يسجد بعد كل لعبة خسر بها أم ربح. فهذه علامة استفهام كبيرة جدا لا يرضى بها الغرب، ولا يرضى بها الإمبريالية ولا الماسونية. فلذلك تآمروا على من يصلي ويركع ويسجد ويرفع يديه إلى السماء، وتآمروا عليه مرة أخرى، لأن وجدوا أن من هؤلاء اللاعبين من الفريق المغربي الأشاوس الأبطال وجدوهم يقبلون أيدي ورؤوس آبائهم وأمهاتهم، فوجدوا في ذلك التفافا على الأسرة وتكاملا وتكافلا من الأسرة. فهذا ما لا يرضي الغرب ولا الإمبريالية ولا الماسونية. فهذه مرة أخرى تعطي أوروبا والماسونية أن يتآمروا على الفريق المغربي، وعلى رأسهم وكل هؤلاء ممثلين بفرنسا، هذا البلد الذي يكن كل بغض وكل حقد على المسلمين والإسلام والحجاب وما يمد للإسلام بصلة. فتآمروا على هؤلاء. ولكم مثال في هذا: حارس المرمى المغربي الآن بعد لقائه مع الكروات كانوا يسألونه بلغات عدة، وهو يتقن الفرنسية والإنجليزية والإسبانية، ولكن كان يجيب بالمغربي بالعربي، ويقول: عليكم أن تأتوا بمترجمين أن يترجموا لكم، أنا لا أتكلم إلا باللغة العربية. لهذه الأسباب الثلاثة تآمرت الكرة الأرضية كلها على الكرة المغربية، وتآمرت وممثلة بفرنسا، فتآمروا على ذلك. الفيفا وفرنسا ودول الغرب والماسونية والإمبريالية العالمية كلهم تآمروا على هذا الفريق الفائز بامتياز، الفائز بحب الجماهير الإسلامية المسلمة التي اجتمعت قول المسلمين عليهم وحبهم ومتابعتهم للكرة، لأن هذه الأمر ليست رياضة فقط، إنما سياسة، وإنما منازل من المنازل التي تكيد العدا وتكيد الأعداء. فكانوا هؤلاء فريق المغرب أشاوس أبطال. نحييكم بكل تحية ونشد على أياديكم ونقول لكم شكرا لكم، لأنكم أظهرتم بداعة وروائع الكرة المغربية في ممثلة في هذا المونديال. ولذلك نسأل الله أن يوفق المسلمين لكل خير، وأن ينزلوا كل منزل يغيظ العدا ويغيظ كل من يكره الإسلام والمسلمين. فهنيئا للمغرب
وهنيئا لفريق المغرب، وهنيئا لشعب المغرب. اللهم احفظ المغرب شعبا وحكومة ولاعيبة وكرة وكل شيء، واجعل الخير في بلادهم وسائر بلاد المسلمين. اللهم لك الحمد على ما أعطيت، ولك الحمد على كل شيء. اللهم هذا نصر عزيز مؤزرا عززت به الإسلام والمسلمين، وأظهرت به أهل الكفر والكافرين. وهنيئا للمغرب الفوز العظيم، وما أسعدنا بك يا مغرب شعبا وحكومة وأهلا وفريقا وكرة وكل شيء. أشهد بالله أن المغرب بلد خير وبلد دين وبلد إسلام، ولهذا عودوا، ولهذا تآمرت عليكم كل الدول. فهنيئا لكم كل الانتصارات التي حققتموها. وأخيرا، أنتم خسرتم معركة لأنكم ترفعون العلم الفلسطيني فقط، هذه تغيظ العدا والإمبريالية العالمية. ولكن نقول لكم نحن كفلسطينيين شكرا للمغرب وشكرا لأهل المغرب شعبا وفريقا، وشكرا لكم على كل أخلاقكم الحميدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا أخوكم الشيخ باسم دويكات أبو حمزة، يعني إمام وخطيب مسجد الصحابة في السويد مالمو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.